اول مرضى السكر في محافظه الفيوم. ومعانا بيسعدنا النهارده معانا الدكتور اسامه عبد الحي نقيب اطباء مصر. هيلقي لنا هيقول لنا نبذه عن المؤتمر، وهيقول لنا على الجديد في الازمات اللي بتحصل في الطوارئ بين بعض الاهالي والاطباء. اتفضل يا دكتور. اهلا بيك وبالساده المشاهدين. يعني طبعا انا حريص جدا على تواجدي في المؤتمرات العلميه والتجمعات الطبيه دي، لانه الحقيقه المؤتمرات العلميه هي اكتر حاجه بنقدر نفيد الشباب الاطباء فيها، وتبادل خبره بين المتخصصين. فالحقيقه بتبقى مناسبه طيبه ان احنا نتقابل ونأكد على اهميتها، لانه المره دي هم عاملين مجهود رائع. يعني اشتراك بين جمعيه اطباء الصعيد والجمعيه المصريه لامراض الكلى واداره التدريب في الوزاره ونقابه الاطباء في الفيوم، النقابه العامه في الفيوم وفي بني سويف والمنيا. الحقيقه يعني معمول تجميعه قويه جدا في المؤتمر، وانا بتمنى لهم النجاح وبتمنى لهم تبادل الخبرات وكل المسائل دي ان شاء الله خير. ال الأهم الحقيقة دلوقتي اللي ظهر على الساحة هو تكرار الاعتداءات والتوتر اللي بيحصل في الطوارئ. فأنا بناشد كل أهالينا وكل المواطنين وكل البسطاء ونجوم المجتمع إنه لازم يحافظوا على الهدوء واستقرار تقديم الخدمة في الطوارئ، وممنوع منعا باتا العنف ولا حتى الزعيق في الطوارئ. يعني وإنه المفروض المريض لما يخش احنا كل الاهتمام يبقى للمريض، أهالي المريض يجوا بالعشرة مع المريض، وكل واحد عايز الدكتور يسيب اللي في ايده ويروح للمريض بتاعه، وكل واحد عايز وكل واحد عايز الطبيب يقعد يشرح له ويطمنه على مريضه. ده ما بيحصلش في اي مستشفى في العالم. يعني احنا اشتغلنا في اماكن كتيره قوي في انجلترا وفي المانيا، وشفنا دول الخليج وشفنا كل حته، محدش بيعمل كده. وبالتالي انا بناشد كل الناس، اي عنف في الطوارئ بيؤدي لتوقف تقديم الخدمه للمريض بتاعك ولبقيه المرضى، وبقيه المرضى ممكن يبقوا في حاله حرجه. انت لما تثير الذعر والرعب، العمليه تقديم الخدمه كلها بتقف. فده ما يرضيش حد وما ينفعش. يعني الحادثه الاخيره دي، طبيب القلب ده مدرس مساعد قلب في مستشفى عين شمس تخصصي في ارقى مكان طبي في مصر، من ارقى الاماكن، وده طالع الاول على دفعته. يعني ده الاول على دفعته، وتعين معيد، اتعين نايب، وبعدين خلص الماجستير ومدرس مساعد، والساعة 5 الصبح موجود في الطوارئ، مش مزوغ وواقف في كامل نشاطه هو والتمريض اللي معاه، وشافوا المريض وقرروا انه محتاج قسطرة. وبعدين راح تليفون للفنان محمد فؤاد، قال له اخوك هيعمل قسطرة. جاي محمد فؤاد ومجموعة معاه عايزين بقى الدكتور يقعد يشرح لهم واحد واحد ويطمنهم. ده الدكتور ممكن يبقى مشغول في بقية المرضى. يعني ليس بالضرورة انه الناس تبقى فاضية وتستقبلك استقبال الوزراء. يعني يا جماعة لازم نراعي شوية العمل في الطوارئ وخطورة العمل وحجم العمل والأعباء اللي ملقاة على الأطباء وعلى التمريض. احنا الأعداد عندنا أقل بكتير من معدلاتها في العالم، احنا تلت معدل الأطباء يعني، والتمريض ناقص برضه. فعندنا الورك لود اللي هو العبء الشغل أضعاف طاقة أي طبيب في العالم. الطبيب عندنا مثلا ممكن يشوف 20-30 مريض في الطوارئ، في أي مستشفى تانية في العالم بيشوف 5-6. يعني بيشوف 4 أو 5 أضعاف اللي بيشوفه زميله في مستشفى هنا ولا هنا ولا هنا. معالي النقيب هو كان طلع على احدى محطات الفضائيه الفنان محمد فؤاد، وقال ان احنا خلاص، هل في بوادر لحل الازمه دي ما بين الطرفين بعد تدخل النقابات؟ الحقيقة يعني ده احنا دائما عايزين نبقى في دولة قانون، ولازم القانون ياخد مجراه. جامعة عين شمس أصدرت بيان وقالت إنه اتعمل بلاغ للنيابة، والنيابة بتحقق وفرغوا الكاميرات، واللي ليه حق ياخده، لأنه إحنا أصرينا على ده
مع طبيبه الزرقاء في دمياط، أيوة. واللي اعتدى عليها خد 2 حبس. أصرينا على ده مع طبيب كفر الشيخ اللي اتكسر إيده لسه من أسبوعين. تكرار الظاهرة دي لا يليق بمصر، ومصر لازم نتصرف في وقف الظاهرة دي، سواء تأمين المستشفيات، كل الأجهزة، كل جهات التأمين في مصر مسؤولة عن القضاء عن هذه الظاهرة. ماشي يا فندم، شكرا.